ايه رأيك في مكسب $700 من البنك الأهلي كل شهر وكله محسوب بالورقة والقلم؟ في الفيديو ده هتعرف كل تفاصيل عن أعلى عائد دولاري في بنوك مصر وإيه المطلوب علشان تستفيد بيه. أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. الدولار بقى مطلب غالي دلوقتي وسعر الواحد منه 51 جنيه تقريبا في السوق السوداء. محدش فاهم ايه اللي بيحصل، خصوصا ان مفيش حاجة جديدة على الساحة، ورغم كده بتحصل مضاربات رفعت سعر الأخضر لفوق. بس في نفس الوقت البنوك عندها شهادات دولارية بتوفر العائد بتاعها بالدولار، أولها شهادة الأهلي بلس من البنك الأهلي وشهادة إيلات من البنك المصري. الشهادتين موجودين بنفس المواصفات، مدتها 3 سنين وتقدر تشتريها من أول $1000. الفايدة سنويا 7%، بيصرف العائد ربع سنوي، يعني كل 3 شهور بالدولار الأمريكي. تقدر تاخد قرض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بحد أقصى 10 مليون جنيه، وبفايدة 2.4% أقل من سعر إقراض البنك المركزي. مسموح باستيراد الشهادات بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشراء حسب قواعد كل بنك. البنك المركزي المصري بيضمن لأصحاب الشهادات دي الحق في تحويل مبالغ الاسترداد والعائد لحساب العميل خارج مصر، ولو ده طلب يعني، بدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب. أما النوع الثاني فهي شهادة بفايدة 9% موجودة في البنك الأهلي باسم شهادة الأهلي فورا، وفي بنك مصر باسم شهادة القمة. الشهادات دي مدتها 3 سنين، بس الفرق الكبير إنك بتقبض العائد إجمالي مقدما بقيمة 27% بالجنيه المصري. برضه تقدر تشتريها بداية من $1000، بس ما تقدرش تاخد قرض بضمانها زي الشهادات الدولارية بفايدة 7%. بحسبة بسيطة، لو استثمرت $120,000 في شهادة البنك الأهلي بفايدة 7% سنويا، يبقى في السنة الواحدة هتاخد مكسب $8400، يعني كل 3 شهور هينزل في حسابك $700. ده مش معناه إن دي هي الشهادة الدولارية الوحيدة عند البنك الأهلي، لأن في كمان شهادة أهل مصر الدولارية أجل 5 سنوات، سعر الفايدة عليها بتتراوح ما بين 5.15% لدورية العائد السنوية و5.10% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع سنوي، و5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية. بس المفاجأة الأكبر بقى إنك تقدر تشتريها بداية من $500 بس. كمان بنك مصر بيطرح شهادة الثبات الدولارية أجل 5 سنوات، بس الحد الأدنى لشرائها $100 بس. بيتراوح سعر الفايدة عليها بين 5% لدورية صرف العائد الشهرية، و5.5% لدورية صرف العائد ربع سنوية، و5.10% لدورية صرف العائد نصف سنوية، و5.15% لدورية صرف العائد السنوية. أما بقى البنك التجاري الدولي CIB فبيقدم وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6% بيصرف شهريا، على أن يكون الحد الأدنى $10,000. بيتيح البنك إمكانية الاسترداد في أي وقت. وفي نفس الوقت بنك CIB بيطرح شهادات دولارية بأجل مختلفة وبحد أدنى لشراء $1000، زي مثلا أجل 7 سنوات بفايدة 4% والعائد شهري. كمان ارتفع سعر الفايدة على شهادات بنك CIB دولارية بأجل 5 سنوات ل 5%، وده بعائد شهري برضه. أخيرا سجل سعر الفايدة على شهادات بنك CIB دولارية بأجل 3 سنوات زاد العائد الشهري 5.4%. في النهاية بقى أنت قولي إيه رأيك في الشهادات الدولارية الموجودة في البنوك؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.